السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم حسن شمير، رئيس الهيئة المغربية للمجتمعات عبر العالم. الهيئة تأسست على إطار الخطابات المولوية السامية اللي كان تكلم عليها صاحب الجلالة لإكراهات ديال الفاعل السياسي وكينوه بالمجتمع المدني. هذا علاش أسسنا هذه الهيئة هذه، وكنت عملت واحد الدراسة في كوفيد اللي استفدنا بزاف ديال الأمور وبزاف ديال الحوايج اللي كانت ناقصنا وكنا حنا متهورين عليها، وحطيت واحد الاهداف، واحد البرامج اللي هي هادفه وصالحه للمجتمع المدني دائما تحت الرعايه الساميه ديال صاحب الجلاله. اليوم بحول الله قمنا بتاسيس المكتب الاقليمي ديال عماله النواصر، والحمد لله داز بواحد الشفافيه، بواحد النزاهه وواحد الديمقراطيه. وكنتمنى هذا المكتب هذا يكون من ضمن المكاتب اللي احنا بغيناها تكون كتنوه بالمجتمع المدني في اطار التاطير والتكوين ونجاح الاهداف ديالنا اللي هي مسطره في القانون الاساسي. وبغينا نخدموا هذه البلاد هذه، وبغينا نحطوا واحد البصمه ديالنا كهيئه داخل المملكه المغربيه وخارج باقي دول العالم. فقط تحياتي. حنا دابا كنحاولوا باش ناسسوا على الصعيد المملكه، عندنا مكاتب كلها في جميع العمالات اللي تابعه للمملكه المغربيه. والان بحول الله نقدم التزكيه للسي سفيان الزنيبر كعضو لمكتب تنفيذي ومنسق لعملات اقليم النواصر. تفضل سي. مرحبا، الله يوفقك والله يعاونك والله ييسر لك امورك، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقك في الاعمال ديالك كلها ان شاء الله. ودائما تحت شعار خالد الله الوطن لان ينصر الله. اول حاجه كنشكروا هذا المنبر ديال القضيه 24 اللي دارت التغطيه ديال هذا الحدث هذا، وكذلك كنشكروا السلطات المحليه اللي صادقت علينا اننا نديروا هذا الاجتماع هذا، كنشكرهم جزيل الشكر. وكذلك كنشكر السيد رئيس الهيئه المغربيه للمجتمعات عبر العالم السيد حسن شامل اللي وضع فينا هذه الثقه، ماشي غنقول وضعها فيا بل وضعها في الاعضاء كاملين اللي معايا، بانه قدمنا التزكيه ان شاء الله اللي غنخدموا عليها وغادي نشرفوا دار بوعزه، لان صراحه دار بوعزه فيها عده خصاصات اللي غنخدموا عليها ان شاء الله مع الاعضاء. ونتمنوا من الله عز وجل يوفقنا في هذه المهمه اللي ما غنقول سهله وما غنقول صعيبه، ولكن العمل هو اللي غيبين لنا الصعوبات اللي كاينين والحاجات الساهلين في هذا المكان هذا اللي هو دار بوعزه. وكنتمنى كذلك من الجهات المعنيه هنا بالضبط انهم يحاولوا يعطيونا يد المساعده باش نرقيو بهذه المنطقه هذه. وكنشكركم على الحضور ديالكم قضيه 24.